تعادل مخيب للاهلي والفار شاهد ما شافش حاجه. كولر غضبان زعلان متضايق، واجتماع في التتش بعد انتهاء المباراه بثواني، وعقوبه جديده على محمد مجدي قفشه. الفيفا يعلنها الاهلي في كاس العالم للانديه كممثلا عن القاره الافريقيه لانه وصيف لبطل افريقيا. اداء سلبي وانتصار زملكاوي وليد الصدفه. هنتكلم عن الدوري المصري الممتاز وتعادل الاهلي وفوز الزمالك في حلقه جديده مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة مع الباش لعيب. قبل الانتقاد وقبل ما نقول مين عمل إيه ومين ما عملش إيه ومين كان مفروض يعمل إيه، الاستهتار والتسيب في الملعب أو بره الملعب دايما بيضيع أي نجاح، أو حتى بيضيع أي مجهود بتبذله وبتحاول تعمله عشان خاطر تنجح. وده اللي حصل بالظبط في مباراة الأهلي وفيوتشر. كولر ابتدى بطريقة لعبه المعتادة 4-2-3-1 بتغيير رباعي الامامي كله، ودي اول غلطه عملها كولر في المباراه، ان انت تغير الرباعي الامامي كله حسين الشحات، محمد شريف، شادي حسين، محمد مجدي قفشه. مقارنه بالماتشين اللي فاتوا انت غيرت الرباعي بالكامل، وكمان غيرت لعيب في نص الملعب هو نزول حمدي فتحي مكان اليو ديانج. وجود حمدي فتحي مهم، لكن انا لازم يبقى عندي هارموني في التغيير. ما ابتديش المباراة بتغيير 5 لعيبة مرة واحدة عن التشكيل اللي نهيت بيه المباريات اللي فاتت. دي اول غلطة عملها كولر. اللي بعديها غلطة من اللعيبة نفسهم، هم استهتار اللعيبة وعدم الانضباط التكتيكي والخططي اللي عملوا اللعيبة في ارض الملعب. ضيعوا اي محاولة عملها اللعيبة او عملها زمايلهم في ان هم يحاولوا ان هم يكسبوا او ان هم يجيبوا اهداف على الارض. حسين الشحات بيقدم مباراة كبيرة جدا جدا جدا، الا انه التزامه الخططي والتكتيكي كجناح ما التزمش بيه بشكل كبير، خاصة مع اكرم توفيق. ما كانش فيه دايما اوفرلاب ما بين الاتنين، كانوا بيلخبطوا بعض، وبنشوف اكرم دايما بيقطم على نص الملعب والكرة تتقطع منه، وما كانش بيبقى فيه اوفرلاب زي اللي كنا بنشوفه ما بين اكرم توفيق وكريم فؤاد. الناحية التانية على الشمال وجود شادي حسين نفسه كجناح شمال ده بيضيع قيمة شادي حسين كمهاجم او كسترايكر صريح. انا مش مقتنع تماما ان شادي حسين يقدر يلعب جناح. ممكن يلعب كشادو سترايكر، يلعب كسكند سترايكر، يلعب كمهاجم 9.5 اللي هو تحت المهاجم الرئيسي، لكن اللي انا العبه كجناح اساسي على الناحية الشمال. طبعا الجبهه الشمال بتاعت علي معلول كان بيعافر فيها لوحده وبيحرد فيها لوحده، وشادي حسين كان بيضيع اي محاوله لعلي معلول ان هو يسند عليه او يعمل معاه اوفرلاب. كده الجناحين تقريبا عطلوا في مباراه الاهلي وفيوتشر، وكانت النتيجه ان احنا ما عندناش اختراق من العمق. ليه ما عندناش اختراق من العمق؟ لان البيه محمد قفشه ميسي زعلان غضبان، وانا مش عارف هو غضبان من ايه. غضبان انه قاعد دكه لبرونو. طب ما انت وحش، انت وحش بقالك 2 سنين وحش. انت من بعد البطوله ال10 في دوري ابطال افريقيا وحش، والاهلي يعني سايبك عشان خاطر انت نجم القضيه. يعني انت القضيه دي هي اللي مخليك قاعد لغايه النهارده في الاهلي، ولولا القضيه دي يا محمد يا مجدي يا قفشه كان زمانك مشيت من السنه اللي فاتت. انت لعيب غير مؤثر بالمره في الملعب، لعيب مالكش لازمه في الملعب. ممكن يكون برونو وسافيو اداؤه مرتقاش للجيد، لكن انت وجودك زي عدمه. محمد مجدي قفشه عمل ايه خلال الشوط الاولاني كله بالكامل؟ ولا حاجه بالمره. مفيش لا باص ولا ثرو باص ولا حتى باصه بينيه ولا شوطه حتى عدله. ده انت بقالك 10 سنين بتشوط يا جدع على الجون، مفيش ولا شوطه جت في الجون ولا واحده. هي صدفه واحده بس في القضيه. يعني هي القضيه دي الشوطه الوحيده اللي شاطها محمد مجدي قفشه من ساعه ما لبس تيشيرت النادي الاهلي وجات جون. انت بتعمل ايه في الملعب عشان تبقى زعلان؟ يعني وانت كمان اللي زعلان، دي حاجه غريبه جدا. لكن فجاه حصل حاجه مهمه جدا في المباراه ادت للفريق امل، او انا كقاعد كمشجع لقيت في فرصه ان الفريق يتقدم، وفي فرصه ان الفريق يبقى ليد اكتر على المرمى، وهي طرد عمر كمال عبد الواحد. تدخل
سوري في اللفظ غبي، سبب في الطرد بتاعه، طرد صريح ما فيهوش اي حاجه. بس احنا عندنا الفار في مصر طالما حسب لك طرد، حسب لك ضربه جزاء، انسى ان هو يشوف لك حاجه تاني خالص. خلاص انت اتحسب لك طرد من الفار، خلاص انت بقى انسى بقى الفار ده كانه عطلان، مش هنشوفه تاني. ابتدى الفريق يتحسن نسبيا بعد الهديه اللي اداها لك عمر كمال عبد الواحد، خاصه بعد ما مارسيل كولر غير وبدل الاماكن ما بين شادي حسين ومحمد شريف، ومحمد شريف طلع بره وينج شمال ودخل شادي حسين في العمق، عشان تبقى اول كوره من محمد شريف وعلي معلول يبقى ليها تهديد صريح على المرمى، بيصلحها شادي حسين لحسين الشحات وبيسجل هدف. وهنا ونقطه من اول السطر، واللعيبه الاهلي بتضيع الماتش حرفيا. انت فريق قدامك انت غالبه 1-0، لا فريق بيلعب قدامك ناقص عدديا من الدقيقه 23 او 24 تقريبا. يعني انت خلاص، يعني هو الفريق ده مش انت لو ضغطت عليه ضغط مكثف هتجيب جون تاني وتالت ورابع، الا لو هو التزم دفاعيا. لو هو التزم دفاعيا ورص لاعيبته وركنهم على منطقه الجزاء، خلاص يبقى انت ضمنت ان مفيش هجمات عليك، وبالتالي هتطلع من الماتش بالثلاث نقط وانت بيتضرب لك تعزيم سلام. لكن اللي حصل غير كده، اللي حصل ان علي ماهر شاف ان لعيبه الاهلي مش عايزه تكسب، لعيبه الاهلي مش عايزه تكسب، فراح رامي مصطفى البدري ورا علي معلول وابتدى يلعب عليه ويجري مصطفى البدري، كرة تقلش، كرة ما يعرفش يرقص، كرة تتقطع منه، لغايه اما نجح في واحده ان هو يسجل هدف عن طريق عبد الكبير الوادي. وايه بقى توقيت الهدف كان قاتل، قاتل بمعنى كلمه قاتل، ان انت يجي هدف فيك وتتعادل قبل نهايه المباراه تقريبا بربع ساعه، لو انت بقى لو فريق محضر نفسك ذهنيا للي حصل، او انت تفاديت اللي حصل ده بان انت غطيت الهدف بتاعك بهدف تاني وتالت ورابع، ما كانش عمر ده هيحصل. فالمهم انت مارسيل كولر تغييراته اتاخرت جدا، يعني انت بتنزل تغييراتك كلها من اول الدقيقه 68. ليه انا اقعد بره على الدكه كل ده لغايه الدقيقه 68 ما بدلش؟ ويوم ما بدل اطلع الاثنين اللي كانوا عاملين حيويه للملعب، سواء كان حسين الشحات او شادي حسين لما لعب كمهاجم صريح، وانزل اتنين مكانهم واسيب محمد مجدي قفشه ومحمد شريف في الملعب. طب قول محمد شريف لما لعب وينج كان احسن شويه، محمد مجدي قفشه ده ليه انا سايبه ليه في الملعب؟ اسيبه ليه العب برونو سافيو مهاجم صريح؟ ليه العبه مهاجم صريح؟ انا عايز مهاجم جراي وبيجري وبيضغط. طب ما كنت رجعت محمد شريف كمهاجم ونزلت برونو سافيو مكان مع محمد مجدي قفشه ولعبت احمد عبد القادر وينج، ده كان الطبيعي وده كان المنطقي. فالمهم ان انت بعد ما دخل فيك الهدف طبعا كنت بدلت التغييرين دول اللي هم انا من وجهه نظري تبديلين سيئين بالمره، فغيرت طريقه اللعب وابتديت تلعب بمحمد مجدي قفشه كنمره 8. ومحمد مجدي قفشه لا 8 ولا 9 ولا 10 ولا 11 ولا 12 هتاخد منه اي حاجه. ويوم ربنا كرمنا كده من عند الله، وسعد سمير شاف الكرة هناك قال لك محدش واخد باله وراح شادد برونو سافيو موقعه على الارض. طبعا قعدت 5 ايام في الفار عشان يتاكدوا انها ضربه جزاء، رغم ان حسين الشحات ليه واحده، دي ضربه جزاء قبل الكرة دي، وفي ضربه جزاء مزدوجه لعلي معلول وشادي حسين. الكورتين دول كانوا النتيجه 1-0، كان ممكن تخلص الليله 2-0 وتريح دماغك، تمام؟ لكن انت الفار طبعا طالما حسب لك طرد انسى. فلما المباراه بقت تعادل الفار ابتدى يتدخل، فحسب لك ضربه جزاء بعد ما قعد 5 ايام في الفار يشوف علي معلول اوفسايد ويشوف مين شرب شاي ومين شرب قهوه، وحسبها ضربه جزاء. يوم محمد مجدي قفشه يقرر ان هو هيشوط. عمرو السوليه وقف قدامه وقال له يا ابن الحلال علي معلول موجود اهو هيشوط، هو نمره 1 خليه هو قال له لا انا اللي هشوط، انا خلاص انا صاحب القضيه وانا المنقذ بتاع الفريق وهنقذ الفريق دلوقتي وهشوط ضربه الجزاء وهجيبها جون وهنحتفل وهقعد اطلع لساني ليه جمهور الاهلي اللي بيشتمني بقاله فتره. طب اديك ضيعتها يا حلو، اديك ضيعتها والبس بقى يا نجم. طبعا جمهور الاهلي غليان ما بعده غليان في السوشيال ميديا بعد ما ضيع ضربه جزاء. انت وحش وادائك وحش، سيبها لعلي معلول. كمان في تصريح غريب جدا من مارسيل كولر انا بلومه عليه هو شخصيا قبل ما الوم عليه محمد مجدي قفشه. يعني مارسيل كولر بيطلع في المؤتمر الصحفي بيقول لك انا مش عارف ليه
محمد مجدي قفشه خد الكره من علي وشاطها هو، رغم ان اللي بيلعب ضربات الجزاء نمره واحد في الاهلي هو علي معلول. كان ممكن علي معلول يشوطها وتضيع عادي، يعني انا ما قلتش ان علي معلول لو شاطها كانت هتيجي، بس انا بتكلم على زورو فندي اللي اسمه محمد مجدي قفشه. انت فاكر نفسك انت مش بيبو ولا عمرك هتبقى بيبو. حاجه غريبه بصراحه اللي بيعمله محمد مجدي قفشه في الملعب وبره الملعب. الباطن عرض ب 300 الف دولار، لا ب 500، لا مش عارف ايه. يا عم اتكل على الله امشي، انت تقرفنا ليه؟ مش واقفه عليك يعني. التيشيرت ده ما بيقفش على حد، تيشيرت الاهلي عمره ما بيقف على حد سواء انت ولا غيرك. طبعا اتوقع عقوبه على محمد مجدي قفشه 200 الف جنيه. وعمل كولر اجتماع بعد المباراه على طول في التتش، ومصدرنا في النادي الاهلي قال لنا ان كان الصوت عالي جدا من مارسيل كولر، وانه عنف اللعيبه بشكل هستيري بمعنى كلمه هستيري، وان هو نبه على اللعيبه ان اللي شافه في الملعب ده استهتار، واللي لو حصل مره تانية مش هيقعد عندي على الدكه، لا انا هستغنى عنه تماما. طبعا بعد تاكيد مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، ليه؟ لان البطوله هتقام في المغرب، عشان بس الموضوع حصل فيه جدل كبير، ولا ليه الاهلي يروح؟ ما كانوا خدوا ليفربول، طب ما كانوا خدوا عباس مول ومش عارف ايه. لا الاهلي هو اللي يحق له يروح. ليه؟ ببساطه اللائحه بتاعه البطوله بتقول ان ما ينفعش فريقين من نفس الدوله يبقوا موجودين في البطوله. لو الفريق اللي هو المنظم، اللي هو يعتبر هنا الوداد المغربي لانه هو حاصل على الدوري المغربي، وفي نفس الوقت هو اللي خد بطوله افريقيا، والبطوله بتقام في المغرب، فهنا يصنف الوداد المغربي على انه هو المنظم للبطوله. وطالما في فريق منظم للبطوله حصل على البطوله القاريه اللي هي بطوله دوري ابطال افريقيا، اللي هي بطوله دوري ابطال افريقيا، فبياخدوا الوصيف بتاعه اللي هو مين؟ اللي هو الاهلي. فكان الطبيعي ان الفيفا يرسل رساله عبر البريد الالكتروني للنادي الاهلي ويقول له ان هو خلاص هو اللي هيشارك بصفته وصيف لبطل افريقيا وممثلا عن القاره الافريقيه في بطوله كاس العالم للانديه اللي هتقام من اول 1 فبراير ليوم 11 فبراير في المغرب. فرصه جديده للنادي الاهلي ان هو يسطر تاريخ جديد للنادي الاهلي، وفرصه كمان للاعيبه الاهلي ان هي تثبت ان هي كانت الاحق بالتتويج ببطوله افريقيا في كاس العالم للانديه. الزمالك بقى ابتدى الحمد لله ربنا ينفخ في صورته ويكسب. بس هل الزمالك بيكسب عشان بيلعب؟ لا، هو جت كده بالصدفه. ليه؟ فيريرا نزل بتشكيل بخطه 4-3-3. طب يا فيريرا انت بقالك سنتين بتلعب ازاي؟ بتلعب 3-4-3 او 3-5-2. تقوم مغير الخطه قدام البنك الاهلي وتلعب 4-3-3. بتلعب 4-3-3. لعبت مين الثلاثه اللي قدام؟ لعبت احمد سيد زيزو ومعاه اتنين راس حربه، يوسف حسن وسيف الدين الجزيري. يعني انت يا تحرق يا تمرق، يعني يا ما لعبتش بروس حربه خالص يا لعب بيه اتنين. طبعا اداء الزمالك كان سيء جدا طوال المباراه، يعني حتى بعد التغييرات، والجون ده كده جه من عند الله. يعني حلمي طولان عمل مباراة عظيمة جدا جدا جدا، وناصر منسي من اللعيبة المهمة جدا 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 في الدوري المصري، ولو كان ليه حظ كان هيسجل هدف. وفي كورة شالها محمد عواد من حلق الجون لكريم بامبو، بصراحة يعني كورة جون، برافو محمد عواد. ولولا محمد عواد الزمالك ما كانش كسب اصلا. كورة بيسجلها يوسف اسامة نبيه عشان خاطر يا الزمالك يتقدم وياخد 3 نقط وينجو من فخ البنك الاهلي. الاهلي ما زال على الصداره ويليه الزمالك في الترتيب وبعديه فيوتشر. نتمنى مارسيل كولر ان هو يتدارك اخطاء النادي الاهلي اللي حصلت في مباراه فيوتشر بسرعه، ويستعد بشكل اكبر للمباراه اللي جايه. في ضغط مباريات كبير الشهر ده بالنسبه للنادي الاهلي، وكمان اداره النادي الاهلي تبص على صفقات يناير. صفقات يناير مهمة جدا 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 بالنسبة للأهلي. الأهلي محتاج لعيب في نص الملعب، الأهلي محتاج وينج يمين، لازم وينج يمين. يعني انت بتعتبر ان طاهر وينج يمين، لا طاهر أميز ناحية الشمال، انت محتاج وينج أكتر يمين، ومحتاج راس حربة. ده لازم الأهلي يخلصهم بأي شكل كان قبل ما يخلص علينا موسم الصفقات الشتوية ونروح نلعب كاس العالم للأندية بالفرق المهلهلة دي. ما ينفعش بصراحه، ما ينفعش. محمد مجدي قفشه ده علينا دنيا واخره، مش هينفع، حرام.
مبروك للاهلي الاستمرار على الصداره. لازم الاهلي يستمر في السعي على الفوز. اللعيبه لازم تتدارك اخطائها بسرعه، وما نعملش زي السنه اللي فاتت بعد 6 انتصارات نتعادل برضه مع فيوتشر ونلاقي الدوري بيضيع مننا عشان كلام فاضي وكلام تافه. وما نديش فرصه للمنافس بتاعك ان هو يخش في الجيم بدري بدري. ده كان تعليقنا وتحليلاتنا لمباراه الاهلي وفيوتشر وكمان الزمالك والبنك الاهلي. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقات مع الباش لعيب تدعمونا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناه، واستنونا في حلقات جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.